السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بما اني امبارح يا جماعه كنت عامله محشي وبط، وقبلها بيوم كنت عامله سمك، فقلت النهارده ايه؟ نمشيها اي حاجه. نعمل صينيه بطاطس في الفرن وشويه رز بالشعريه. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. اول حاجه انا هعمل صينيه البطاطس. بصلتين مفرومين على راس توم وبشوحهم. انا عامله قبل كده صينيه البطاطس معاكم كتير. بدهم تشويحه محترمه كده. بكون في الوقت ده مجهزه البطاطس. غسلتها وصفتها كويس وهنزل بيها اشوح البطاطس مع البصل والثوم. الطريقة دي أنا بعتمدها، ما شاء الله بتطلع نتيجتها هايلة. البطاطس بتشرب من البصل والثوم كده، وأول ما تاخد لون زيهم يعني 3 دقايق بالظبط وبنزل بالطماطم. بهاراتك بقى ملح وفلفل اسود. انا من النوع اللي مش بكتر يا جماعه البهارات كتير في الاكل. معلقه سكر بقى عشان الحموضه، وهدي عليها النار عشان الطماطم اصلا طالعه من متفرزه، فلسه ما فكتش. اول ما خدت غلوتين على البوتاجاز من فوق هنزلها الفرن بقى، شغلها الفرن وشغلها الشوايه. يلا بقى نعمل رز بالشعريه. شويه زيت وعليهم معلقتين سمنه بلدي. بنزل بالشعريه. ايدك تقلب على طول عشان تظبطيها ما تطلعش وحدايه وحدايه يا جماعه، لازم ايدك شغاله على طول. وطبعا مش بتعلي الشعله كتير، على نار هاديه كده عشان ما تتلسعش منك. شايفين ما شاء الله خدت لون حلو ازاي؟ انا عشان هزودها شوربه مش هغمقها قوي، هسيبها فاتحه درجه، لان الشوربه بتدي الشعريه لون زياده، لكن لو ميه بتفتح. خليك عارفه التركايه دي. حطوا اللايك بقى وصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش باللايك واشتراك يا جماعه. خليني اقلب لما توصل للون اللي انا عايزاه. ما شاء الله كده بنزل بالرز اللي معايا، انا غسلته وصفيته وبديه تشويحتين هو كمان. اقلبه كويس معاها. شايفين؟ هنزل بقى بالشوربه اللي معايا. انا كنت قلت قبل كده بيوم كنت عامله البط، ففضل عندي شويه شوربه. هزود الشعريه، لو انت هتزودها ميه دي عادي. عشان انا ما عنديش شوربه كفايه فزودت شويه ميه، وبالتالي لازم ازود ملح وشويه فلفل اسود. خلاص ما شاء الله صينيه البطاطس طلعت زي الفل. شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي؟ وادي الرز بالشعريه استوى هو كمان. اول ما يبتدي يغلي بهدي عليه النار عشان يكمل سواه، وقلب الحله ما يتلسعش. خلاص هي دخلت على سوا. حمر بقى شويه بطاطس وعملت جنبهم سلطه. احلى حاجه في الموضوع ده كله شويه السلطه، والله ما شاء الله يعني. ادي البطاطس اللي طلعت من الفرن يا جماعه، والسلطه والمخلل ورز بالشعريه والبطاطس المحمره، وعملنا جنبهم شويه بيض. ما شاء الله فضل ونعمه، ربنا يزيدها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.